كشفت مواقع إلكترونية غربية عن قيام الأرجنتيني ليونيل ميسي بتحويل مبلغ مالي قيمته $1,000,000 خلال الأيام القليلة الماضية لدولة الكيان الصهيوني. فشكرا يا ميسي على مساهمتك الفعالة في قتل أطفال غزة الأبرياء. تفاصيل أكثر مع كريم شاعر. وارتحل. إنه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بل هو الحاقد الصهيوني ميسي، في عز العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأبرياء العزل في فلسطين الأبية، يطل علينا حليف بني صهيون بمبادرة قد تكون الأقبح والأسوأ والأحقر في تاريخ لاعب كرة قدم، بل دعونا نقول أنها كذلك. تقارير إعلامية متطابقة ومتواترة تقول أن ميسي صانع ألعاب برشلونة يكون قد تبرع بمبلغ $1,000,000 لإسرائيل نظير نجاحها الباهر في إبادة المستضعفين في قطاع غزة، في موقف جرد اللاعب صاحب الشعبية الجارفة من جميع صفات الإنسانية. الموقف المخزي هذا لا يعد الأول من نوعه بالنسبة لهذا اللاعب الحاقد على الإسلام، فقد سبق له التطاول على المسلمين حينما وصفهم بالمرضى لأنهم يجهدون أنفسهم بالصيام والقيام في شهر رمضان الكريم، متناسيا أنه وقف ذات يوم كالمجنون أمام حائط لا يضر ولا ينفع، مهتديا بسنة بني صهيون في ممارسة طقوس ليست من المنطق في شيء. الخرجات القبيحة لميسي تجاه الإسلام والمسلمين ستدخله من دون شك في زمرة المغضوب عليهم، طالما أنه أظهر مساندته المطلقة للصهاينة الغاصبين في عدوانهم على إخواننا المستضعفين في غزة الصمود.